السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا سعداء وهانين. اليوم راح نديروا ماسك مفيد جدا للبشره، مغذي، يمد نضاره فوريه للبشره. يعني بعد ما ديري الماسك مباشره راح تشوفي النتيجه. مليح بزاف في ازاله البثور السوداء ويوحد لون البشره. جيد جدا لكل انواع البشره. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحتاج الماسك تاعنا حبه بيض وبيكنج باودر، خميره الكيميائيه تاع الحلويات. ناخد بياض البيض، نضيف له ملعقة صغيرة تاع قهوة، البيكنج باودر، خميرة الحلويات. نخلط الخليط تاعنا جيدا. راح تبداو تشوفوا تفاعل، تبدا تجي رغوة. الماسك هذا راهو مفيد جدا، حاولوا انكم تجربوه، راح تشوفوا النتيجة فورية كما راكم تشوفوا. انا نخلطه مليح، تشوفوا مباشرة، يعني التفاعل تاعو يولي رغوة بيضاء كما راكم تشوفوا. هذه هي النتيجة اللي توصلوا لها بعد الخلط، بعد المزج. تقدري تستعملي الماسك تاعك هكا وكافي جدا إذا حبيتي هكا، خصوصا كل أنواع البشرة، يعني كل أنواع البشرة. إذا كانت بشرتك نوعا ما حساسة تقدري أو جافة، تقدري تزودي له زيت لوز الحلو، ألماند سويت، ملعقة صغيرة فقط. وهذا اختياري زي ما قلت لكم. راهو بياض البيض مع الخميرة الكيميائية كافي جدا لكل أنواع البشرة. لكن البشرة الحساسة أو البشرة الجافة بإمكانك إضافة زيت لوز الحلو وقطرات من فيتامين إي، فيتامين فيتامين إي، قطرات فقط. إذا كان عندك كما أنا شريته هكا قرعة، إذا كان عندك الكبسولة تستعملي كبسولة. يعني بالإضافتين تاع زيت اللوز الحلو والفيتامين أو، يعني جيد لكل أنواع البشرة. بصح كما قلت لكم، البشرة الدهنية، البشرة المختلطة، تقدروا تستعملوا بياض البيض مع الخميرة فقط. إذا كان مش متواجد عندكم الزيوت فتقدري تستعملي كيما راه هكا. نحطوه على البشرة كيما راكم تشوفوا هنا. الخليط تاعنا راهو صار جاهز. تحطيه على البشرة، تدهنيه مليح على البشرة تاعك بطريقة دائرية، تخليه حتى ينشف، وبعدها هيك بحركة دائرية تنحيه. بحركة دائرية زي القماج، كيما نستعملوا السكراب، القماج، بحركة دائرية تنحيه. وتغسلي وجهك بماء دافي. بعدها ترشي وجهك بماء الورد حتى نقفل المسامات، واستعملي أي مرطب مناسب للبشرة تاعك. هذه هي الطريقة تاعو. يستعمل مرتين في الأسبوع. حاولي تتجنبي منطقة حوالين العين لأنها المنطقة هذيك حساسة، فنتجنبوا هذيك المنطقة. هذه هي الماسك تاع اليوم. حاولوا انكم تجربوه، صدقوني انه رائع وحتشوفوا النتيجة فورية. كانت هذه وصفة اليوم، اتمنى تعجبكم. اكتبوا لي في التعليقات نتائج. السلام عليكم.